ايه الجمدان ده؟ ده وين؟ ايه الجمدان ده؟ تعال نخش ونشوف الجمدان ده عاملين ازاي. بصوا بمناسبة الفراولة مالية السوق ورخيصة جدا، كيلو ب 20 النهارده 25 عيد جنيه. الحب. والنهارده عيد الحب، بحبكم. يلا خشوا بقى واتفرجوا وشوفوا احنا عاملين الحلويات دي ازاي. ننزل ببيضتين. حطينا البيضتين، ننزل بكوباية السكر، كوباية الا ربع زيت، كيسين من الفانيليا. حط كيسين فانيليا، اللي هو الكيس الكبير ده مقام كيسين او مقام 4 بيقولوا. حط معلقة خل، معلقة خل. نضرب بقى كله في الخلاط. بصوا معانا كوبايتين دقيق هنا، ننزل عليها بباكلو كيتشب، نقلبهم كده ببعض عشان مش عايزين الكيتشب يكون ظاهر. معانا معلقة نشا، عندك اكتر حطي، هي الموجودة لقيتها في الكيس معلقة نشا. نقلب كويس. قد ايه اكتر طيب؟ اكتر ربع كوباية. طبعا الخليط ده معانا تقيل جدا عشان ده مفيهوش اي حاجة. معانا اللبن جنبينا بس. بصوا الخليط نازل تقيل ازاي. معانا كوبايه طبعا لبن غاليينها، وما تخافوش من الخطوه دي، ما تخافوش خالص. نحط ونقلب بسرعه تدريجه وبعد كده نرفعها في الصينيه. بصي يا حبايبي، انا حاسه ان القوام محتاج معلقه دقيق بس، فانا هحط له معلقه دقيق بس كده. غلفنا الطاسه بتاعتنا وننزل خليط. طبعا احنا هندخلها الفرن دلوقتي، عندنا اي حاجه عشان تطلع منها الهواء. ندخلها الفرن دلوقتي حالا. الفرن شغال من مسبق التسخين، من قبل ما احنا نقول هنعمل الكيكه نشغل الفرن. ندخلها، لازم نعملها نردها الرده الجامده دي وندخلها الفرن. بصوا يا حبايبي الكيكه طلعت من الفرن اهي. نسقيها بسرعه بلبن سخن، والكيكه بردت شويه، سبتها تبرد شويه عشان انا عايزه احط اللبن سخن بالمنظر ده عشان هي تشربه. نجيب طبق تاني وننزل عليه بكيس جيلي بمعلقتين من السكر. ننزل بقى بكوبايه ميه مغليه هنا. بصوا يا حبايبي هزود شويه ميه تاني بالتدريج، يعني ممكن يكون كوبايه ونص عشان حاسه لسه في مكتل من تحت. بصوا كده اهو بالطريقه دي، يعني كده كوبايه ونص من الميه. بصوا معانا كوبايه من الكريم شانتيه البودر الخام. ممكن تستخدموا الاكياس عادي جدا، تستخدموا كيسين او على قد انتوا الصينيه اللي انتوا هتعملوها. نحط عليها كوبايتين سكر باودر. ننزل بكوبايه ميه مغليه، وانا بخاف احط الميه كلها متلجه. مش قوي. يلا متلجه مش مغليه. ميه سوري متلجه، انا بتلخبط يا جماعه معلش. يا حبايبي خلاص نقلبها كده كده تمام. الكريمه بتاعتنا خطيره، بصوا كده تمام جدا. نعمل الخطوه اللي بعدها بقى. بصوا بقى التكه المهمه جدا، نجيب معلقه كده من الجيلي ننزلها هنا على الكريم شانتيه، شايفين؟ معلقه زغنطوطه. نضرب بقى بالمضرب تاني اليدوي عشان يبقى معانا اللون الكريز ده. فين؟ نحط واحده كمان، عايزين اللون يكون حلو. والجيلي ده ساقع يا جماعه، اوعوا تحطوا الجيلي سخن على الكريمه تخلوها تفصل. بصي يا حبايبي انا مش عارفه اللون على اوضح هنا كده تمام. المضرب تمام جدا. بصي يا حبايبي جامده جدا. بصوا هي لونها كريز بس جايه في البتاع ابيض. اللون كده اهو، لون الكريز مش لون ابيض. لما ضربناه بقى كريز. بصوا يا حبايبي، بصوا بقى اللون دوت. انا عماله اوريها لكم. نحط بقى ننزله على الكيكه. بص تقيل قوي، ممكن لو عايزين تخففوه شويه خففوه، بس هو انا بالنسبه لي كده تمام جدا. نسويها بقى على الكيكه. نجهز الفراوله بتاعتنا. نمسك الفراولايه
هقطع الحته اللي من فوق الوحشه دي، واغلي لبن جنبي فتلاقوني واقفه كده مش على بعض. بصوا نعمل كده، نقطعها كده، شايفين يا حبايبي؟ كل سنه وانت طيبين كده اهو. بشيل برضو البتاع اللي من فوق. تجيبوا فراوله تكون جامده في نفس الوقت حمرا. هقطع الكميه كلها مع نفسي بقى. كريمه تاني هنخليها نعمل بقى وصفه تانية، بس ده بكره ان شاء الله. نسوي بقى الفراوله بتاعتنا كده هنا بالشكل اللي انتوا تحبوه، يعني الطريقه اللي تعجبكم كده بالمنظر الخطير ده. عايزه اقول لكم اشطوطه الفراوله دي كانت طالعه ترند وكانت قلبة الدنيا، وانا اصلا بحبها قوي، واحلى من اشطوطه المانجا، خطيره. وفيها اشطوطة المانجا؟ اشطوطه المانجا طعمها انا جامد. ملحقتش اعملها معاهم، فقلت اعمل معاكم بقى بتاعه الفراوله. وفيها اشطوطة بالعنب. بصوا بقى، ننزل بقى بالجيلي بتاعنا اللي احنا طبعا عاملينه مع بعض كده. كل يا رب. كل يا رام، خد باقي الفراوله اللي كل يا رام. ننزل بقى بالجيلي بتاعنا كده. الجيلي ما يكونش سخن يا جماعه، انا بقول تنبيه تاني اهو، الجيلي ما يكونش سخن، لازم الجيلي يكون ساقع. هو ساقع بس لسه ما جمدش، هنسيبها تجمد شويه ونقطعها بقى مع بعض. بس كده. بيبي انا حاططها في التلاجة سقعت، اقطعها معاكم دلوقتي. دي احلى اشطوطه انتوا ممكن تعملوها جامدة يا وتجربوها، ماما. طعمها خيال تحفه. تعالوا نقطعها مع بعض ويلا بينا نقدمها سوا. يلا نقطعها بقى. احلى اشطوطه يا جماعه بمناسبه الفالنتين دي، احمر في احمر اهو. يلا اطلع معاكم واحده بتاع اللي انا لسه مشتريها جديده الحلوه دي. واو، مفيهاش غلطه. فيهاش غلطة فعلا. بصوا تحفه دوق يا تحفه. وعيدا طلع معلقه دوقيني خطيره دوقيني تحفه. دوقيني. يلا بقى ندوق مع بعض الجمدان ده. طب انا عايزة ادوق جامده معاك. جدا. دوق. بص قول الحقيقه الجمدان بامانه، ده. قول الصراحه، قول لهم. بالأمانة جامد. تعالى هنا عشان تقول لهم الصراحه. بالأمانة جامد. تستاهل كام من 10؟ 100 من 10 100 من 10 أو 100 من 100. بامانه خطيره 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 خطيره. بس ممكن بجد تكون الكاميرا حقيقي ظلمه الوصفه، بس بامانه ربنا تجنن. بصوا عامله ازاي اصلا من قلبها. بصوا قلبها، بصوا عامله ازاي. وانا يا جماعه ما حطيتش جيلي كتير عشان عندي ناس في البيت ما بتحبش الجيلي. انا جايبه كتير. أنا بحبه. فين الجيلي اللي انا جايباه يا دودو؟ انا جايبه 4 باكيتات، بس انا عندي في البيت ما بيحبوش الجيلي كتير، فحطيت باكيت جيلي واحد على الصينيه دي كلها. فانتوا لازم تحطوا 2 جيلي عشان يظهر الجيلي. بس هي عامه بواحد جيلي تحفه جدا وخطيره، والجيلي سقط تحت اهو. ده يثبت لكم ان هي كل حاجه تمام والله العظيم خطيره. هستنى اللايك بتاعكم واستنى كومنت حلو تقولوا لي ايه رايكم فيها. ويلا كل سنه وانتم طيبين بقى.